عليكم ورحمة الله وبركاته. من داخل مكتب هيئة الشبان العالمية في شارع رمسيس وملتقى الأدب والثقافة والفن للدكتورة أمل سندس. واليوم لقاء مع الشاعرة الجميلة بتول، صح؟ بتول حسن منصور. ازيك يا بتول، عاملة إيه؟ أنا صراحة يعني مش قادر يعني الكلام يعجز عن الوصف للشعر الجميل اللي كنتيه بره ده. شكرا جدا. أنا عارف بتقول إيه الشعر الجميل ده؟ اللي هو لا اللي هو بتاع الشهيد. افرحي يوم الشهيد ابنك بطل، كان بيتمنى الشهادة وللجنة يوصل. افرحي يما أنا الشهيد، أنا بيت يما في ليلة عيد، حاربت يما واتولدت من جديد، وبفضل الشهادة أنا ميت فرحان راضي وسعيد. أنا في الجنة بستناكي وهاخد كل حبايبي معاكي. الشهادة يما أنا اتمنيتها وكتبها لي رب العباد بالدقيقة والثانية والتوقيت والميعاد. افرحي يما ابن البطل، ما يأستش يوم من الأمل، كان عندي حلم كبير إني أحرر الوطن. ابنك يما شجاع وغوار، ابنك عدى الصعب وصار ورمى نفسه وسط النار عشانك يما وعشان الوطن وأهل الدار. الله عليك، جميل جدا جدا. الشهيد في مكانة عند ربنا عظيمة جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ويتخذ منكم شهداء، ضحى بنفسه، ضحى بدمه عشان وطنه، عشان أرضه، روى أرض وطنه بدمه عشان نحيا كلنا، وعشان يبني السلام في أرضنا ونعيش أحرار وسط الناس، تبقى مصر عظيمة بدم الشعب. شكرا يا بتول. كان معكم دكتور مجد الناظر، جريد بوابة عاجل مصر وراديو صوت الجيل. شكرا جزيلا للدكتور أمل سندس على اللقاء الجميل دوت اليوم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.